السلام عليكم، شلونكم؟ رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ان شاء الله شهر خير. وهذا اول فيديو علي بشهر رمضان المبارك، ان شاء الله راح يشبعكم فيديوهات. كان الجدول المقرر انه اليوم الاول مقلب، بس اليوم تحول مغامره. يعني عجبني انه اليوم افطر وياكم وراكم. اليوم شنو راح اسوي فطور اخوي انا بالفيديو البسيط هذا. طبعا انا هسه حاليا يعني اكمال البيت، اوكي. قاعد اشتغل بالبيت وقاعد ارتب لحد ما يكمل، على مود اجيب الشباب كلهم الكادر ونبلش اصور. بس انا بهاي الفتره راح اصور، انا يعني حستمر اصور بين ما يكمل البيت ان شاء الله. فان شاء الله ان شاء الله هاي طبعا واحد من المتابعين خلصنا كل ساعه عمار. فان شاء الله راح نستمر بفيديوهات كلش حلوه. شو رايكم الجدول يصير بين يوم ويوم لو يوميا؟ بس اذا يوميا صراحه ما اعتقد حلحق لو لحق. ان شاء الله لحق يوميا اصور لكم فيديو كلش حلو. جو احرق اليوم، الجو شفت شغلات الرمضان. لو ما شفتوا صينيه رمضانيه، رمضان مبارك. شنو اي همين مال رمضان دول كيف مال رمضان، بس شنو بيها خلاط. بدنا نسوي لبن، نسوي شربت. هاي تفرح هيك خلاط مخدة رمضانية. اليوم حتمدد ورا ما اكمل فطور ان شاء الله، اتمدد على هالمخدة. شنو بعد عندنا هاي الصدرية مال المطبخ، البسها واسوي الاكل. بعد شنو هلا هاي الشغلة مفاجأة كلش حلو. كذا سفرة. الله أكبر الله أكبر. وهسه بعد ما أذن أذان المغرب، بس لازم نفطر. طبعا فرشت هاي الفرشة هنا، خليت هاي الميز، بس لازم نسوي شي نشوي المارتيديلا والهمبرجر. طبعا حبايبي صارت الساعة 8 تقريبا وبعدني ما ماكل، يعني نهتيت شغل منه. فهسه شنو نسوي؟ نلبس الجو برو كافي وصلت حتى بعد لازم ناكل. هسه يا حبايبي لبسنا الكوبرو ويلا تعالوا شوفونا من هنا. هسه بسم الله. هسه طبعا جبت الفحم، اول شي خلي بنزين. لك هاي غرقت يا الله. بعدين لا مو شغل، بعدين نجيب كريدس شغل الهي. لك يلا كان احترق الموتور. خرب من هذا. حمد بسرعة يصير الفحم بسرعة. كفو أسرع. بعد ما شم الريحة تخبط ما شاء الله. بعدك شو صاير؟ شو طبعا هاي الشوايد اذا تذكروها انا سويتها، يعني صناعتي. جيب الهنجرر، جيب الهمبرجرايه، افتحها. لا ارجوك لا، لا كل غالي عندك. لا سطور، لا سطي الكعبة راح العشاء، راح الموتور. 3 همبرجرايات كافي اصلا، 2 كافي يعني ادي. من شو راح اجيب بعد؟ اجيب مرتدلي. هاي مرتدلي سوي. راح يأذن السحور وانا بعدني ما فاطر. شوفوا الشغله اللوخ، نسيت السكينه. شلون اقص؟ والله راح اقصها بهاي. خلي عليكم الطريقه شلون تقصون، تقطعونه بهاي اذا ماكو سكينه. جيب الهاي طم. شوفوا صارت شكبرة بقد البعير ما شاء الله. تخليه هنا. جيب القطعة اللوخ قطعها يعني انلاصت. جيب اللوخ قصها. استغفر الله، شلون صارت؟
اجيب خاشوق عمود اقلبهن. خاشوقتين اقلب به. ريحة الهمبرجر مبين استوى. بسم الله. لا والله بعد الهرقربر. بعد الهرقربر شباب. لك هاي لا تشتغل. شوفوا شلون استوت، صار الصفرة. شوف المرتدلة بالكي استوت. اي يا الله. تكره المطور. عطبت يا الحمزة. يا الله. تكلا. لا 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 عطبت. لك لا. ترقت الهمبرجراي. هرقبراي. هنقربارتي. هنقربرايتي. يا الله احترق الاكل. يا الله احترق الهمبرجر والاكل. بسم الله. عطبان. شو الهمبرجراي صار. شو الهمبرجراي خرب حظي. شو الهمبرجراي. تاي مرتدلي. هاي مرتدلي. بس الاكل تمام. شوفوا شلون عطبان ما شاء الله. خليه هنا. بس هاي النار شنو ما شاء الله الفحم. لازم هاي اسوي نسكافي. بس لازم اسوي حمي الماي. صار دشداشة يا الله. هاي جيبها افتحها. يلا فدوة. خليها هنا. نجيب هذا اشتريته طبعا اليوم، بس مو هواي 2000 يعني سواله 1500 على العلاقة. بعدين اراكم شربيه. هذا التمر سلق الدوكة ما خليت شي بيه على العيش. تفضلوا ويانا حبايبي، والله العظيم ما يصير تستهون. تفضلوا. هذا انا عشان مشتري صينية. خراب حبة مسخن غير صينية مال رمضان. خلي بيها الاكل. خلي بيها التمر. اكو شغلة الاخ هنا انا راح اراويكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما راويكم شنو جايب. طبعا امي خلت لي تمر. شوفوا تمر من هذا. تمر مال البيت. واشتريت من هاي الحافظة. اشتريت هاي الحافظة حلوة. خليت بيها شوربة. امي خلت لي شو اسمه دجاج. وما كنت ناوي طبعا انا اسوي الفطور بحدي، بس امي قالت لي لا تاخذ اكل مال البيت. يعني شوفوا شباب. خلت لي سمبوسة وخلت لي دجاج وهاي شوربة. اهم شي الشوربة طبعا مال البيت. هسه نخليه هنا. وهذا اللي انا سويته تمر. هسه نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطر ولصيام غد النوي. ذهب الظما وابتلته العروق وثبت الاجر ان شاء الله. هذا دعاء كل يوم قبل الفطور تدعو. طبعا احنا كلنا ناكل تم البزل. شنو خاشوقة زعلانة طقت. ان شاء الله الشوربة كلش طيبة. مو شوربتها معدلة. هاي سمبوسة مال البيت. يعني والله صراحة هذا يفوتكم ما شاء الله كلش طيبات تمام. طبعا ما يصير تاكل وتحكي، بس انا شي قاعد اصور صراحة والله. انا بالاكل ما احكي، بالحكي ما اكل. مرتدلة على الفحم تخبل ما شاء الله. انا ما ادري على شنو جايب العيش، كلش ما اكلت منه. كاب ايش فيك شايف؟ كبر لف كسر شايف. تقعد عم اصبع الدخان. العالم شنو استفادوا من انت قاعد تاكل؟ استفادوا طبعا. علموا انه انت بوحدك لازم كل شيء تسوي. لو تعب امك فوق ما هي تعبانه وتقعد تشتغل بالبيت، تعال سوي الفطور، تعال سوي. قوم انت
بقد البعير حش سامع. بس يعني هاي الناس اللي تجي من برا من الشغل تعبانه خطأ واحد. اكو شباب ليل نهار بالبيت وما يشتغلون. تخمت والله الحمد لله والشكر. الوجه مال المخدة نسيت البسه بالمخدة. خلينا نحتفل بيه شوي. خليني اسولف لكم سالفه ما دام قاعدين وما عندنا شيء. طبعا احنا عندنا هوايه ناس تكره الدين وناس مستتره بالدين. تمام؟ هذول اللي يكرهون الدين بسبب ذول المستترين بالدين قاموا يكرهون الدين. خل احكي لكم في قصه سمعتها من شيخ واحد يعني. طبعا الدين ترى هو كلش حلو لو تفهموه يعني، وبي شغلات كلش حلوه بعيدة عن التشدد. وانا مثلكم شاب يعني واحب كل شيء اطوب واطلع واتونس وهيك امور. فالدين حلو يا حبايبي، بس ما لكم علاقه بالناس اللي مكرهينه بالدين. المهم خل احكي لكم هاي القصه اللي سمعتها عن طريق واحد من الشيوخ يعني. القصه انه يقول هذا الرجال كل ما يرجع للبيت يشوف مرته قاعد تبكي وما يساله، يعني ملتي شغل يرجع ينام راسا. تمام؟ يوم من الايام هم شافها قاعد تبكي وهاي قهر عليه، قال خل اروح اساله ايش بيها. فراح سالها ام فلان ايش بيك؟ تمام؟ فقلت له والله الصراحه يا ابو فلان اني دائما اقعد بالطرمه واشوف ذني العصافير اللي على الشجره يباوعن عليه، وانا اخاف من الله يعني، تعرف انه حلال وحرام وما اعرف شنو، فما اريد العصافير يشوفن علي يعني لا ينحسب حرام عليه. قالها والله عاشت ايدك والله يكثر من امثالك ان شاء الله، باكر ان شاء الله اقص الشجره. فراح ابو فلان ثاني يوم قص الشجره وقال لها باكر انا حالتي بشغل اروح يعني بيجوز ما ارجع يعني او بات يعني برا اللي عنده شغل وهيجي اعتقد. فاجى ثاني يوم قال خل اراقب مرتي اشوف شو تسوي يعني هو بباله انه هي تقعد تبكي وتدعي وهاي اثناء غيابي شنو تحكي شنو تسوي. فاجى ثاني يوم قاعد يراقبها شاف انه هي قاعده بصفها رجال غريب يعني وخانت رجلها يعني سوت فعل كلش حرام. فالرجال هذا من صدمته يعني ما عرف شنو يسوي، عاف البيت وهج من عنده، لا طب حكى وياه ولا حكى شيء. طلع بقرية فمن وصل للقرية كانت مقلوبة قلاب والملك مالتها بايقين الذهب مالته او الخزينة يعني. فسأل بالقرية ما شنو قال له الملك مبيوق الخزينة مالته وقالب الدنيا وما خلى مكان ما فتش وفتش كل المدينة وما اعرف شنو وما عرف من الحرام. فهو قاعد يسولفون وياه فات رجال قاعد يمشي على اطراف اصابعه. فقال لهم هذا ايش بيه؟ الرجال ليش يجي قاعد يمشي؟ قال له هذا خاف يدوس على نمله ويصير حرام عليه، فهو من خوفه من رب العالمين والتزامه كلش انه هو يمشي على اطراف اصابعه. فقال لهم هو هذا الكلب ابن الكلب الباقي الخزينه والملك. فقال له عدل بدل شلون عرفت؟ قال لهم والله ما دام قاعد يسوي هيك فعل هو هذا الباقي الملك. وصل الخبر للملك يابا هيك وهيك، قال له جيبوهم اثنيناتهم عمي. المهم لزموا عجول على كتل الرجال ما اعرف شنو، فاعترف قال لي انا بكت الخزينه مال الملك ودوه للسجن اكلها ابو حمودي. المهم فاجى الملك قاعد يسال هذا قاعد يقول له احنا قلبنا الدنيا ويعني ما خلينا مكان ما رحنا له وتحقيق وهاي ما عرفنا من الحرامي، انت شلون عرفت هذا الحرامي؟ قال له شوف سيدي لو استاذي لو شو اسمه عليه يا حضرة الملك، قال له اسولف لك سالفتي انا مرتي هيك وهيك وقالت لي هيك وحكى له القصه مالته كلها. فالملك اذا صافون وهاي زبيط لا هاي من عندي سياده. فيا حبايبي رباط كلامنا انه مالكم علاقه المستترين بالدين ويكرهوكم بالدين. واكو قصه هم صارت وياي انا هنا اثناء ما بالقاع، هواي ناس يحجون بالدين ما ساعدوني ما قدروا يدخلون المواد. واكو يعني ما اريد احرق القصه، راح اصورها بفكره كلش حلوه وراح تعجبكم ان شاء الله. هذا كان فيديو حلو وياكم يا حلوين يا تخنونين. ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم يا ربي، شهر خير على كل المسلمين وكل العراقيين، ويا ربي وحدنا اكثر واكثر بجاه النبي محمد وآل بيته. ولا تنسون تضيفوني بالانستغرام هذا حسابي وتضيفوني بالتيك توك وانتظروا فيديوهات كلش حلو. هذا مو فلوق طبعا، هذا مو فلوق انا قاعد اختمه بطريقه فلوق. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو الحلو الراقي يا راقين. انتظرونا بفيديو جديد وايام رمضانيه كلش حلوه. باي.